بالرياض بالسعودية بتاريخ 1/2/2014 بيوصل بلاغ لقسم الشرطة من أحد الأشخاص اللي كانوا مارين من منطقة تعتبر صحراء. بيحكي هذا الشخص إنه أنا وعيلتي كنا مارين من الطريق، وشفنا ست بنص الطريق وقفتنا وهي بتصرخ، وكانت بحالة هستيرية، وكانت بتحكي قتلوا زوجي قتلوا زوجي. رحنا على المكان اللي كانوا مخيمين فيه هي وزوجها، وبالفعل لقينا زوجها على الأرض جثة، كان جثة متصاوب بأكثر من رصاصة. وصلت الشرطة على المكان وبالفعل لقوا جثة لشب متصاوبة بأكثر من 5 رصاصات وبأماكن عشوائية بجسمه. أما بالنسبة لمرته كانت موجودة ومنهارة وقاعدة بتبكي وبتصرخ. أول ما وصلت الشرطة مسكت تليفونها ورنت على أهلها وبلشت تحكي لهم الكلام اللي راح تسمعوه هلأ. زوجي ما رضى يعطيهم الفلوس، بعدين عاد اجوا بدهم ياخذوهم بالقوة، جوزي ما رضى يعطيهم اياهم، قام قوصوا، صار يقول لهم خلص بعطيكم، قاموا صاروا قوصوا وهربوا ب3 أو 4 ما بعرف، بس في كان سيارتين على الطريق العام واقفين، وقت اختفوا الشباب اختفوا السيارة، ما بعرف أنا هذا اللي شفته. خلونا نوقف عند هذا الكلام اللي سمعتوه، وعشان نعرف شو القصة ومين هي هاي الست ومين هو زوجها اللي لقيوه جثة، خلونا ندخل بتفاصيل قضيتنا لليوم. بقضيتنا لليوم رح نروح على السعودية، تحديدا منطقة الرياض بسنة 2013. هناك كان ساكن علي بن زياد بن علي آل عثمان. كان شاب معروف بطيب أخلاقه بنسبه بحسبه، كان من عيلة معروفة وغنية. علي كان عمره 34 سنة، كان شاطر بشغله ومعروف كتير خصوصا بين البنات لأنه كان يعتبر عريس لقطة. بس علي كان شايل فكرة الزواج من باله بتاتا، ما كان يفكر فيها، وكان هامه الحياة العملية. بتمرق الأيام، وبيوم من الأيام علي وهو مارق بالطريق بيشوف بنت، بس هالبنت كانت بعيونه غير عن كل البنات. عجبته هالبنت وبلش يسأل عنها ويعرف أكتر عنها، وقدر يعرف إنه هاي البنت سورية الأصل، عمرها تقريبا 25 سنة. إجت هي وأهلها على السعودية من بعد الأحداث الأخيرة بسوريا، وما إلهم إلا 3 أشهر بالبلد. علي كانت عاجبيته البنت، روح على بيت أهله وحكى لهم أنا بدي أتأهل، أنا بدي أتزوج. أهله طاروا من الفرحة، وخصوصا إنه علي كان رافض الزواج. كانوا مفكرين هلأ رح يحكي إنه معجب بفلانة اللي بتقرب لهم أو بفلانة اللي من نفس العيلة، بس علي حكى لهم إنه هو معجب وبده يتزوج من بنت مش سعودية أساسا. أهله كانوا رافضين الفكرة لأنهم كانوا بدهم إياه يتزوج وحدة منهم وفيهم، عارفة عاداتهم، عارفة تقاليدهم، عارفة مين هم من الناس. هم كانوا بدهم إياه يتزوج من العيلة عشان ابنهم ما يطلع لبرا. ومن هون بلشت المشاكل ما بين علي وما بين أهله مصممين اتزوج، إحنا معك للموت، اتزوج وحدة من العيلة، غير هيك لا. أما علي لا، أنا ما بدي أتزوج غير هالبنت. ضل مصمم وضل بينهم مشاكل، أهله ما رضيوا بهذا الزواج وهو ما استسلم، وظل هالصراع بينهم لحد ما بيوم وليلة علي قرر إنه أنتوا أهلي على عيني وراسي، بس أنتوا مالكم علاقة بحياتي، مالكم دخل أنا مين بدي يكون شريك حياتي. فقرر إنه يتجاهل رفضهم ويروح يطلب إيد هالبنت. مين هي هالبنت؟ هالبنت كان اسمها أماني عبد الرحمن خالد، وكان عمرها بحدود 25 سنة. وزي ما قلت لكم هي وأهلها انتقلوا على السعودية من 3 أشهر بالضبط. أماني كانت لسه مش متعودة على حياتها الجديدة، احنا بنحكي 3 أشهر، 3 أشهر انتقالة من بلد لبلد إشي كتير كبير، فكان صعب عليها إنها تتعود. كانت كتير حانة للماضي، حانة لبلادها، لأصحابها، لأهلها ولقرايبها، وكانت تتمنى وبتستنى بالدقيقة اللي بيعلنوا فيها بالأخبار إنه خلص حال البلد استقر عشان ترجع هي وأهلها. والخبر اللي كانت تستنى فيه خلال ال3 أشهر بإنها ترجع على بلادها، ترجع على بيتها، إجا، لأنه بعض أفراد العيلة قرروا إنهم يرجعوا على سوريا، وهي كانت ناوية إنها ترجع معهم. بس بهذا اليوم بيندق باب البيت،
وإذ به علي جاي يطلب إيدها. أهلها بعد ما عرفوا مين هو علي، مين أهله وشو حسبه وشو نسبه وشو عنده، قرروا إنهم يزوجوها إياه. كانوا شايفينه فرصة رح يأمنوا على حياة بنتهم من خلالها، وأي حد بمكانهم كان رح يفكر بنفس التفكير. وبالفعل أعطوا الموافقة لعلي وتمت الخطوبة، ومن بعد مدة قصيرة مباشرة تزوجوا بدون ما يعرفوا شخصيات بعض، بدون ما يعرفوا كيف لازم يتعاملوا مع بعض. لهيك صار بينهم مشاكل كتير كبيرة. من أول يوم زواج علي وأماني ما كانوا متفاهمين أبدا، 24 ساعة كان صوتهم طالع. علي كان دايما يحاول معها إنه ياخدها باللين بالحنية، يحاول يسيطر على الموضوع، بس أماني كانت معندة، ما كان عاجبها هذا الزواج وما كانت راضية فيه أبدا. لهيك كانت دايما معندة ودايما ترفض علي اللي كان دايما بشكل مستمر يحاول يقرب منها. استمرت الأيام وهم على هذا الحال. هم تزوجوا بسنة 2013، ومع مرور الأيام الاثنين تعبوا من المشاكل وقرروا إنهم يبعدوا عن المشاكل، وكل واحد فيهم قرر إنه يلتهي بطريقته. علي بلش إنه يشتغل ليل ونهار، وأمرات كان يغيب بالأيام عن البيت، ما يروح إلا هو منهنه من التعب. أما بالنسبة لأماني التهت بمواقع السوشيال ميديا، وبلشت تلفلف بالمواقع تشوف أخبار وتتعرف على الناس، ومن هون قدرت إنها تتعرف على شاب، وهذا الشاب اسمه يوسف علي إبراهيم، كمان هو كان سوري وقدها بالعمر، يعني تقريبا عمره 25-26 سنة. إله بالسعودية كان أيام معدودة، وكان قاعد بدور على شغل عشان يستقر بالبلد. يوسف وأماني بلشوا يحكوا مع بعض، وعلاقتهم بلشت تتطور، هو يشكيلها وهي تشكيله، هو يداوي جراحها وهي تداوي جراحه، ومن هون بلش يعرف أسرارها وخباياها، وهي كمان كانت تعرف أسراره وخباياه. يوسف من خلال علاقته مع أماني قدر يعرف إنه علاقتها بزوجها مش تمام، وقدر إنه يدخل من هذا الباب، قدر يستغل هذا الباب ويبلش معها بعلاقة، طبعا علاقة حب. بلشوا يحكوا ويتراسلوا مكالمات ورسائل، وبتمرق الأيام. وبخلال وقت علاقتها مع يوسف من الطبيعي إنه هي كانت قاسية مع علي، ما كانت تهتم فيه ولا تسأل عنه ولا يفرق معاها. أماني ويوسف تعرفوا بنهاية سنة 2013، وبتمرق الأيام لحد ما يجي 20/1/2014، يعني تقريبا بعد شهرين من علاقتهم. بهذا اليوم تليفون يوسف برن، وكانت أماني حكت معه شوي، بعدين حكت له: يوسف أنا بدي مساعدتك. يوسف حكى لها: ابشري، أنا بعمل لك اللي بدك إياه، شو بدك مني؟ حكت له: يوسف أنا لازم أتخلص من علي، أنا بطلت أقدر أتحمل عيشتي معه. يوسف ما كتير صفن بكلامها أو استغربه، يوسف مباشرة بلش يفكر بطريقة كيف يخلصها منه، ما هو كمان رح يستفيد، هي بتحبه وعلي صاحب مال، يعني أماني رح تورث بعد وفاة زوجها، وبما إنه هي بتحبه رح يقدر يسيطر عليها ويسيطر على مصاريها. وبلشوا هون الاثنين يفكروا بطريقة كيف يتخلصوا من علي. الاثنين قاعدوا يفكروا لحد ما أماني حكت ليوسف: يوسف أنا رح أعطيك مسدس علي، أنت بتقتله واترك الباقي علي. يوسف حكى لها: ولا يهمك أنا قتاله. وبعد بقى كم يوم يوسف بيروح على بيتها، واللي كان موجود بوادي اللبن. هناك أخذ منها المسدس وأعطته شوية مصاري عشان المواصلات، من بعدها روح. وبيمرق كم يوم وبيجي 30 واحد. بهذا اليوم علي بيروع البيت وبيكون تعبان مستوي من التعب، بده ياكل وينام. هون أماني قررت إنه تستغل هاي اللحظات، وقررت تحسسه إنه هي بدها تفتح صفحة جديدة معه. قررت تستغل حب علي لإلها، بلشت تحكي معه وتحكي له إنه إحنا لازم نفتح صفحة جديدة، إحنا لازم نتفاهم، إحنا لازم نلاقي حل، إحنا لازم نقعد ونقضي يومين حلوين لحالنا. علي ما كان مصدق مين اللي قاعد يحكي معي هيك، وأخيرا قلبها حن علي، حكى لها: شو بدك أموريني. فهون حكت له أماني: شو رأيك نروح نخيم يومين، نقضي يومين حلوين، بعدين نرجع البيت، وبهيك إحنا بنستأنف العلاقة. علي ما كان مصدق كلامها ومباشرة وافق، وحكى لها: تمام مثل ما بدك، روحي حضري أمورك وبكرة من الصبح بنطلع بنخيم. ناموا بهذا اليوم. علي كان مفكر إنه بكرة رح تبدأ حياة جديدة، مستقبل جديد، ورح يبلش يبني عيلة.
بعكس تفكير أماني اللي كانت شايفة إنه بكرة أنا رح أصير أرملة ومن بعدها رح أروح لحضن عشيقي. بتمرق هالليلة وثاني يوم من الصبح بيطلعوا تخييم، وهاليوم كان 1/2/2014 واللي كان يوم سبت. علي وأماني توجهوا على منطقة ظهرة المهدي، وهناك علي بنى الخيمة، جهزوا أمورهم، حطوا الفراش، حطوا الأكل، حطوا كل إشي وزبطوا كل إشي، وقعدوا الاثنين يحكوا مع بعض. بتمرق شوية ساعات. بعد هالساعات علي بلاحظ إنه في شخص قاعد بيقرب منهم، في شاب قاعد بيقرب منهم، فحكى لأماني شكله هذا الشاب ضايع، خليني أشوفه أحاول إني أساعده وأرجع لك. علي توجه لعند هذا الشاب وهو مش عارفه، بس إحنا لازم نعرفه. هذا الشاب كان يوسف. يوسف جاي عشان ينفذ الخطة. علي راح لعنده عشان يساعده، بس يوسف أول ما قرب منه علي طلع المسدس وبلش يطلق عليه النار. أطلق عليه طلقات عشوائية لحد ما المسدس فرغ من الرصاص. من بعدها ترك كل إشي وهرب من المكان. أماني أول ما شافت زوجها وقع على الأرض ركضت لعنده، طبعا مش عشان تطمن عليه ولا عشان تساعده، عشان تتأكد إنه مات. قعدت عنده لحد ما تأكدت إنه علي خلص توفى. من بعدها قعدت تراقب المكان عشان تتأكد إنه يوسف بطل إله أي أثر. لما تأكدت إنه حبيب القلب اختفى ركضت على الشارع الرئيسي. المنطقة اللي كانوا فيها ما كانت حيوية، يعني السيارات مش كتير بتمرق فيها، فقعدت تستنى على الشارع أي سيارة تمرق. وبعد مرور شوية وقت مرقت سيارة عائلية. أماني هجمت على السيارة وبلشت تصرخ وتولول قتلوا زوجي قتلوا زوجي. الناس راحوا معها وشافوا جثة علي ومباشرة بلغوا الشرطة. الشرطة وصلت للمكان وهناك شافوا الجثة متصابة بأكثر من 5 رصاصات. وبهذا الوقت أماني كانت تحكي مكالمة مع أهلها وتحكي لهم بالتفاصيل بأنه في عصابة هجمت عليهم وهاي العصابة كانت بدها تسرقهم، بس علي كان رافض أنه يعطيهم اللي بدهم إياه وحاول أنه يحمي أماني، فهجموا عليه وضربوه من بعدها قتلوه. هذا الحكي اللي حكته أماني، وكانت تحكي إنه هي مش متأكدة من عددهم، وكانت تحكي إنه في سيارتين واقفين على الطريق. أماني ها هي الأقوال نفسها اللي حكتها للشرطة. الشرطة بعد ما سمعوا لأماني بلشوا يجمعوا بالأدلة ويشوفوا مسرح الجريمة ويشوفوا الخيمة اللي كانوا فيها، ونقلوا الجثة على الطب الشرعي. بالطب الشرعي تبين إنه علي تصاوب بأكثر من مكان بجسمه، بالراس وبالصدر وأصابع القدم. وتقرير الطب الشرعي أكد إنه الضربات كانت قريبة وعشوائية. ومن هون بلشت علامات الاستفهام. أماني بتحكي إنه هم كانوا مجموعة وعلي كان شخص، وهي بتحكي إنه حاول يحميها، يعني في مقاومة، بس جسمه ما كان فيه أي دليل على المقاومة، وإذا هم هجموا عليه رح يتركوا على الأقلية كدمة واحدة، بس جسمه كان خالي من الكدمات. وغير هيك اللي لفت كمان نظر الشرطة عدد الطلقات اللي بجسمه وكيفية إطلاق الرصاص. تقرير الطب الشرعي بيحكي إنها كانت رصاصات قريبة وعشوائية، معناته كانت بإيد مش متمرسة، وبنفس الوقت بإيد شخص مبتدئ وخايف. وبما إنهم عصابة وهاجمين على خيمة معناته كان لازم يكونوا متعودين، يعني مش حرامي لأول مرة بده يروح ينط على خيمة عشان يسرقها، أكيد هدول متعودين، والمتعود أكيد عارف كيف يستخدم السلاح. غير هيك الرصاصات اللي كانت بجسمه 5 رصاصات، وهي بتحكي نرجع نحكي مجموعة بدها تخاف من شخص واحد وتطلق عليه 5 رصاصات؟ كبير وطلقة ولا طلقتين وخلص، ما هو بني آدم لحاله ما رح يخوفهم. لهيك الشرطة كانت شاكة بأماني. قبل ما نروح على أماني خلونا نروح على مسرح الجريمة. راحوا على مسرح الجريمة. بمسرح الجريمة نفسه بالمكان اللي كانت فيه الجثة ما كان فيه إشي غير فوارغ الرصاص، بس بالخيمة هون كانت الغرابة. هي بتحكي إنه عصابة مجموعة حرامية هجموا عليهم عشان يسرقوهم. هلأ اللي بده يسرق بده ينفل المكان كامل، بس المكان كان مرتب، الأكل بمكانه، القهوة بمكانها، الأغراض بمكانها، المخدات بمكانها. فمين هو هذا الحرامي اللي جاي يسرق خيمة وعارف وين المصاري بالضبط؟ لأنه هي بالتحقيقات حكت إنه بعد ما قتلوه أخذوا المصاري وهربوا. طب من وين أخذوا المصاري؟ كيف عرفوا مكان المصاري؟ طبعا الشرطة أثناء التحقيقات هاي كلها كانوا متحفظين على أماني،
لأنه التحقيق لسه ما خلص، وهي تعتبر المشتبه فيه الأول والرئيسي بهاي القضية، لأنه ما حدا غيرها شاف الحرامية. فبعد ما خلصوا تقرير الطب الشرعي وخلصوا من جمع الأدلة، راحوا سألوا كل المقربين منهم عن علاقة أماني وعلي، ومن هون فهموا إنه علاقتهم ما كانت تمام أبدا، وإنهم بمشاكل من بداية حياتهم الزوجية. الشرطة بعد ما سمعت أقوال المقربين راحوا على تليفونها وبلشوا يشوفوا إذا في أي إشي غريب، ومن هون وصلوا لسجل المكالمات، ومن خلال سجل الاتصالات قدروا يعرفوا إنه في رقم هي بترن عليه كثير وهو كمان برن عليها كثير، وبيوم الجريمة كان في بينهم اتصالات. بعد ما جمعوا كل هالأدلة رجعوا لعند أماني وحكوا لها يا أماني، بدك تحكي لنا شو القصة ولا بدك تسكتي أو تنكري؟ أماني بالبداية راوغت، بس بعد ما واجهوها بكل الأدلة أماني واعترفت بكل التفاصيل اللي قلت لكم إياها، واعترفت على يوسف. الشرطة مباشرة بلشوا يدوروا على يوسف، دوروا عليه بكل مكان، بس يوسف كان هارب. عمموا اسمه بكل البلد، ومن بعد ما حس يوسف إنه خلص ما في مهرب قرر إنه يسلم حاله. راح مركز الشرطة وسلم حاله، وكان معاه أبوه. الشرطة حققت معه ومباشرة يوسف اعترف. أماني حكت إنه الدافع إنه هي ما كانت تحب علي، كانت تكرهه ومش طايقة عيشتها معه. أما بالنسبة ليوسف كان هدفه مادي، ما كان يحبها، بس كان يحب المصاري اللي رح تيجي من علي. طبعا أثناء التحقيقات معها عرفوا إنه أماني كانت محاولة إنها تسمم علي، بس ربنا بهداك الوقت نجاه. وبمحاكمة أماني ويوسف تم الحكم عليهم بالحد غلة، ومعنى هذا الحكم مثله مثل الإعدام، بس معناه إنه بنحكم فيه الأشخاص اللي عملوا جريمة ضد الأشخاص المقربين منهم، وهاي الجريمة بتنعمل بطريقة الخداع والغدر، فاللي بيعمل جريمة عن طريق الخداع والغدر بنحكم بهذا الحكم. وبعد مدة بسيطة تم تنفيذ حكم الإعدام فيهم بساحة العدل بالرياض، وبهيك ممكن إنه انشفى غليل أهل علي لو شوي بسيطة. الأكيد إنه لو ماتوا هالمجرمين أكيد نار قلبهم لسه ما طفت 100%، لأنهم فقدوا ابنهم، فقدوا شخص كتير عزيز وغالي عليهم. الله يجبر عليهم ويكون معهم بمصيبتهم ويرحم عليه. وحسبي الله ونعم الوكيل بكل ست بتغدر بزوجها بهاي الطريقة. في كتير ستات ما بعرف ليش ناسين خيار الطلاق، ما بعرف كيف القتل أهون عليك من الطلاق، ما بعرف. خيار الطلاق موجود عزيزتي، خيار الطلاق موجود، اتطلقي ولا إنك تعملي هيك بابن الناس والعالم. بني آدم شاريكي تحمل منك المستحيل أي رجل يتحمله لو إنه ما بيحبك. لو ما بيحبك زمان قالك باي باي انت طالق يلا اطلعي. هو تحمل وصبر وحاول يصلح، رحتي انت جازيتيه بهاي الطريقة؟ ما عندي كلام. حسبي الله ونعم الوكيل بكل ست ما بتراعي الله بزوجها، مش مرتاحة معه اتطلقي، بتكرهيه اتطلقي. خيار الطلاق موجود، ما بيوجع، ما بيأذي، شرع الله، حلال الله، واللي ما بيرضى يحط راسه هيك بالحيط. أول شهر شهرين 3 بدهم يزعلوا، بدهم يعاتبوكي، بعدين رح يرضوا بالأمر الواقع. انت مطلقة عادي، رح يقبل فيه غصبا عنه، وانت لا انت عاملة عيب ولا حرام ولا غلط. مش مهم المجتمع شو يحكي، مش مهم أبوك إذا بده يقص رقبتك، مش مهم أي إشي، بس الطلاق لسه أريح بكتير من إنك تخلصي على روح. ما بعرف كيف مستهينين بالفكرة. كتير في قضايا بتصير إنه الست بتختار إنها تخلص على زوجها ولا إنها تتطلق. لهالدرجة المجتمع مخوفكم؟ لهيك عدي للمليون قبل ما تظلمي زوجك. الخيانة ظلم، إنك تغدري فيه ظلم، إنك تخدعيه ظلم، وإنك تقتليه أكبر ظلم. لهيك راعي الله بزوجك، زي ما انتي بتطالبي بحقوقك وإلك حقوقك، كمان الزوج إله حقوقه. فاتقوا الله ببعض، الزوج والزوجة اتقوا الله ببعض. وبهيك بتخلص قضيتنا لليوم. اتركوا لي رأيكم بالتعليقات وديروا بالكم على حالكم كتير منيح. يلا مع السلامة.